السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين الاخوان الاخوات، رجعت لكم من جديد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو يا ربي. كما كتشوفوا ان شاء الله غنقدم لكم كيكه عائليه، كيكه بحجم كبير للعائله، للضيوف اللي جاكم على غفله، وزوينه وسهله في المقادير. كما كتشوفوا خديت 4 بيضات بحرارة المطبخ. البنات ضروري كنأكد بأن البيض ضروري يكون في حرارة المطبخ، يعني يكون سخون. إلا كان بارد ما طلعش لكم الكيك زوين. كما كتشوفوا درت 4 البيضات كاملين، يعني بالصفر ديالهم بالبياض ديالهم. غدا نضيف عليهم 2 شاصيات ديال الفاني، واللي ما عندوش الفاني موجود يدي يحك قشور الحامض او قشور الليمون البرتقال. دابا البنات كما كتشوفوا كاس العنبه ديال السكر كلاصي. سكر كلاصي البنات كتجي به كيكه رطبه وزوينه. البنات جربوها بالسكر كلاصي وغادي تشوفوا. في حاله الا ما كانتش موجوده عندكم سنيده، ديروا سكر كلاصي، يعني ما كاين حتى شي مشكل. سكر كلاصي حتى هو راه كتجيبيه الكيك رطبه وكتجي طالعه وزوينه. تبعوا معايا البنات المقادير وما تمشيو فين، بقاو تبعوا الفيديو، ما تجروش الخط ولا تبعوا حتى الاخير اللي بغيتو تنجح معاكم الكيك. ماشي تفرجوا لقطه بلقطه وتعرفوا الاسرار اللي غادا نضيف فيها ان شاء الله. دابا بقيت كنطرب حتى ضاعف ليا الحجم. كما كتشوفوا الحجم ديال الخليط، وكنزيد عليه كاس العنبه زيت نباتي. هانتوما كنطرب وانا كنطرب وكنكب، يعني بشويه حتى كيعقد لينا الخليط ديالنا. وهانتوما البنات ملي كتطربوا كتبقاو تطربوا فيه صافي كيولي عاقد لينا بحال شي كريمه. شو البنات، دابا غادا ناخذ كاس الياغورت. هانتوما البنات الا ما عندكمش دانون ديروا كاس الحليب او كاس الليمون. يعني الانسان ضروري، ماشي كانت الحاجه موجوده تكون، ما كانتش هذه تكون هذه. هي هاد الكيك كتجي كيواتيها اي حاجه، يا حليب يا لبن يا ليمون. المهم كنديبانيو باش ما كانوا كتجي طالعه وزوينه. صافي كنطربو حتى هو حتى كيتجانس ليا الخليط. صافي البنات دابا غادا ناخذ الدقيق الابيض. كتاخذوا ضروري تغربلوها البنات، كتغربلوه باش تجيكم الكيك مهويه من داخل وكتجي محلوله، ما كتجيكمش مدقصه. ضروري الدقيق يكون مغربل، والدقيق كيبقى انواع يعني على حسب الدقيق اللي عندكم. انا كندير 3 الكيسان في هذا الكيك، يعني 4 ديال الدقيق. زلافه اللي كتشربوا فيها الحريره كما كتشوفوا درتها كامله. المهم نتوما الدقيق راه عينكم ميزانكم، راه الدقيق راه ماشي بحال كل وحده وشنو واخده الدقيق اللي واش كيشرب واللي ما كيشرب. غنضيف فيها 3 شاصيات خماره الحلوى من فئه 8 غرام. هاد الكيك هذه معتمده عندي البنات، كتجيني زوينه وكتصدق ليا وزوينه كاع، كتجي كبيره وحجم عائلي، كتجي زوينه. سمحوا لي البنات راه الغربه راه لصق لي شويه في الخليط، معليش. المهم غربلنا في سميتو، غربلت الخماره حتى ما غربلتهم. دابا غادا نطربو، والكيك ديالو راه كيكون شويه ثقيل، ما كيكونش مطلوق. لا عندكم حتى الطراب اليدوي يمكن لكم تطربوا. البنات ما تنسونيش، الله يجازيكم بخير كما كنقول لكم دائما، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك ديما يوصلكم الجديد ديالي. وانا راه كنبذل اكثر من المجهود ديالي باش نصور لكم، واخا نكون مريضه، واخا نكون في ظروف، واخا نقول ما نخليش البنات يعني اللي متبعيني كيتسناو الجديد ديالي. وكنتمنى ان شاء الله هاد القناه ديالي حتى هي تكبر وتشاف. هادشي اللي كنتمنى. بعد ما طربت زدت معلقه ديال الخل كيخليها منفوخه، كتنفخ كتزيد في الحجم وكتجي محلوله من الوسط البنات، وكتجي هشيشه. الخل كيعطيها واحد
وكحيد لها حتى ديك الزفوريه ديال البيض يعني زوينه. ومن بعد انا غير هذا كاختيار ماشي ضروري. هاد الفواكه المكسره بغيتو ديروهم، ما بغيتوش يعني كيبقى الاختيار ديالكم. انا درت التمر والكركاع، كتجيني زوينه ملي كنبدا ناكل فيها، كتجيني معلكه. نتوما البنات بغيتو ديروا فيرميسيل، ديروا اي حاجه ديروها في الداخل ديالها، راه نتوما عارفين البنات هادشي كيبقى اختياري، يعني ماشي من الضروريات. يعني ديروا الفواكه المكسره، يعني بغيتو ديروا ما بغيتوش يعني على الخاطر ديالكم. صافي خديت هاد المول هذا اللي غندخلو الفران، دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. والبنات نصيحه نقولها لكم، اي مول بغيتو ديروا فيه الكيك، هذا سر من اسرار، ملي دهنوه بالزبده ودردروا عليه الدقيق دخلوه للثلاجه حتى يجمد، كتجيكم كيكه ما كتلصقش ليكم وكتجيك طالعه. راه هاد الطريقه راه زوينه بزاف. كاين اللي ما كيقولهاش، وانا قلتها لكم لان الحاجه اللي كتنجح معايا كنقولها لكم البنات. وكنتمنى البنات واحد الكومونتير من عندكم يكون زوين، ولا جربتوها ردوا عليا الخبر. الله يجزيكم بخير، وشكرا على كل وحده وكل واحد اللي كيشوف لي قناتي وكيعطي من وقته وكيدير ليا لايك وكيكتب ليا كومونتير زوين، كيزيد يفرحني وكيزيد يحفزني، ونزيد نعطيكم الجديد ان شاء الله. وحنا مع البسطاء، وحنا كنديروا غير الحاجه البسيطه، يعني ما كنتعلقوش فين نتفلقوا. الحاجه اللي عندنا في الدار واللي قدينا عليها راه كنقدموها البنات. المهم انا غندخلها الفران بارد البنات، كندخلها الفران بارد، كنشعل عليها من التحت حتى كنشوفها طلعات، عاد نشعل عليها من الفوق. نتوما غتشوفوا كيف جات، تبارك الله جات طالعه وواعره وزوينه، ما نقولش لكم كيف جات. ها هي البنات طابت لي الكيك، حيدت لي ديك اللقطه في جبتها من الفران، الله الا سمحوا لي. هذه هي الكيك ديالنا، هانتوما كي جات طالعه تبارك الله، وجات كبيره وجات فنه. حتى المول حتى هو ساعدني، حتى هو ما كيلصق حتى شي حاجه، وكطلع الكيك. والمقادير ديالها بساط، ونتمنى تجربوها ان شاء الله. اللي بغيتو، هي مزوقه راسها، هي مديكوريا راسها بالمول ديكوريا، ولكن انا غنزيد عليها واحد اللمسه، غنكب عليها الشكلاط، نزوقها بالكاوكاو مهرمش. نتوما بغيتو تخليوها هكا عاديه خليوها، بغيتو ديروا اللوز افيلي، بغيتو اللي بغيتو ديروه كيبقى داكشي الاختيار ديالكم. هانتوما البنات بعد ما زينتها، دابا غادا درتها في الثلاجه تبردات، دابا غادا نقطعها. هانتوما تبارك الله جات عاليه، شوفوا البنات جات واعره تبارك الله. ما شهيتكم فيها اللي توحم تسمح ليا. هانتوما التمر والكركاع جا الوسط فيها، شو كيف جات. هانتوما جات محلوله تبارك الله، ما كتجي مدقصه من حتى شي حاجه. عندي الضياف الكسكروط. ايوا نتمنى تجربوها، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. وشكرا للمشاهده، وبالصحه والعافيه ان شاء الله. السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله يا رب.